السلام عليكم. الله يعطيكم الخير ويزيدكم من فضله. اليوم جبت ليكم حكاية غادي تهز قلوبكم، ماشي غير حكاية شاب. هاد القصة هي درس في الحياة لكل واحد باح وباغى يوقف. قصة أيوب، ولد الزنقة اللي صبر وغلب وحلمه تحقق. أيوب تربى في حومة شعبية في مدينة آسفي، زنقة ديال القسطير، البرد في الشتاء، السخونية في الصيف. كان كيعيش مع والديه و4 خوت، دار صغيرة ما فيهاش حتى بيت للراحة، والمصاريف قد البحر، وباه خدام في البني وكيجي بالليل مهلوك، والأم كتغسل وتخدم عند الناس باش تجيب شوية ديال الخبز. لكن رغم كل شي أيوب كان دايما كيضحك وعينيه عامرين بالطموح. من هو صغير وهو كيقول أنا بغيت نولي طبيب، ماشي باش نغتاني ولكن باش نداوي أمي ونعاون خوتي يكملوا براياتهم. فنهار كيبيع الماء في الطوبيس، وفي الليل كيتسنى ياخد الكتوبة من صاحبه باش يقرأ، وكان كيقرأ تحت ضوء الشمعة ولا نور الشارع اللي داخل من الشرجم. الأستاذ ديالو لاحظ الذكاء ديالو، عيط على أموه وقال ليها ولدك راه جوهرة، إلا ما ساعدتوه غادي يضيع. قالت ليه بعينين فيها الدموع ما عدناش باش نساعدوه، ولكن غادي نخلي السما فوقي تتقطر وما نخليش ولدي يضيع. مرت سنين وجات الباك، وكان نهار حاسم. أيوب مشى للامتحان بالجلابية ديال باباه، وكاع ما عندوش سروال جديد، لكن عقله كان حاضر. جاب معدل كبير وداه لكلية الطب في فاس. فاس كانت صدمة بالنسبة ليه، ماشي بحال حومته، كل شي جديد، الناس، الهضرة، اللبس. وكان كيسكن في غرفة صغيورة مع 4 الطلبة، كيقرا في النهار وكيخدم في مطعم صيني في الليل، وكان كينعس 2 ساعات في النهار. مرضات أيوب وما قدرش يرجع عندها، بكى بحرقة وقال غادي نولي طبيب ونرجع نعالجها بيدي. الناس كانت كتموت في الكلية وهو ما كانش كيتنازل، بقى هز الطموح فوق كتافه وكيقول ديما أنا ولد الزنقة، ولكن الزنقة ما قتلاتش حلمي. جات نهار التخرج، لبس البدلة ديال الطبيب ووقف قدام الكاميرا وعينيه عامرين دموع. ماما، حققت الحلم، وخا ما كنتيش هنا تشوفيني، أنا اليوم طبيب، وأنا ولدك اللي كنتي كتمشي تسبني عليه الحوايج. أيوب ما بغاش يخدم في مصحة غالية، رجع لحومته وفتح عيادة صهيورة في زنقة الناس اللي كيعرفهم. كيبدا نهارو في الفجر وما كيساليه حتى كيشوف آخر مريض، وعند العشية كيجمع الدراري الصغار ويحكي ليهم قصص ويشجعهم يقراو. كيقول ليهم راه أنا أنت وأنت أنا، الحلم ماشي ديال ولاد الفلوس، الحلم ديال اللي ما كيستسلمش. العبرة وليداتي ماشي فين تولدتي غتحدد شنو غادي تولي، ولكن شنو كدير في الحياة. أيوب رغم الحومة، رغم الفقر، رغم السخرية، وقف وتحدى وربح. كل واحد فيكم يقدر يدير بحاله، غير خاص تكون عندكم الرغبة وما تخافوش من الفشل.